ماي فريند، تخيل ايه هو اصعب طلب مر على تاريخ القناه على لسان المتابعين يا استاذ بلبل. بجد في ناس تقول لي يا استاذ بلبل هو ايه احسن تجميعة العاب تحت ال 5000 جنيه؟ واحب اقول لصديقي العزيز للاسف مفيش، بل انا من وجهة نظري اي تجميعة او اي جهاز تحت ال 12000 جنيه بالتقريب هيكون عبارة عن خردة مش هتدي لك اي تجربة ادمية في اي لعبة فعليا. فمن هنا انا كان لازم ادور لك على حل جديد بره المألوف، وهو ماي فريند تلاقيت لك حتة دين جهاز لقطة. وبالرغم ماي فريند ان الجهاز ده رخيص جدا جدا، الا انه قدر فعلا ان هو يسحبني من البي سي الخارق المارق بتاعي ده اللي فيه اعلى المواصفات، اللي بيشغل اي لعبه 4K على اعلى الاعدادات 120 فريم. بل ضيف على ذلك انه قدر ان هو يرجع لي شغف تقفيل العاب القصه اللي افتقدته من اكتر من 15 سنه يا مؤمن. انا شايف ان كفايه تشويق لحد كده، لانك دلوقتي اكيد عايز تعرف ايه هو الجهاز ده يا عم نبيل. عايز تعرف صح؟ عايز تعرف، بس انا مش هقول لك. عارف ليه مش هقول لك؟ علشان انت لحد دلوقتي لسه ما دعيش لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويرحمهم، كذلك انت لسه ما سمعتش رساله سبونسر حلقه اليوم MSI. لو اشتريت منهم بورده او مبرد او شاشه او كارت شاشه، كل اللي عليك تعمله انك انت يكون عندك حساب في موقعهم، وتقدر انت تعمل حساب بشكل سهل جدا جدا علشان تعرف تسجل المنتج بتاعك وترفع الفاتوره خلال 14 يوم من تاريخ الشراء. وبعد كده هتلاقي الجيفت كارد اتبعتت لك على الميل على طول. عروض الصيف من MSI ساريه لحد يوم 27/8، ولو انت اشتريت حتى في اخر يوم تقدر ان انت ترفع الفاتوره بتاعتك خلال 14 يوم. ولكن سواء كنت هتشتري منهم او مش هتشتري منهم صديقي العزيز، فانت لازم تشوف تجربه الجيمنج اللي جايه على هذا الجهاز الخارق الرخيص جدا PS3، واللي انا اشتريته تقريبا ب 4500 جنيه. ولكن انا يعني في بورسعيد الامور بتكون اغلى شويه من القاهره انت ممكن تجيبه في رينج من 3800 لحد 4500. ولكن اظن ان انت لو اشتريته بنفس الثمن ده في القاهره هيكون اكيد افضل حالا من القرف اللي انت شايفه قدامك ده. الشخص اللي كان شغال بهذا البتاع ده يعني تحس ان هو كان عنده مخالب. الخربشه هنا في كل مكان فظيعه بصراحه، مريبه مرعبه. كل حته فيها بص يعني هنا مش عارف ده مخبوط بايه، انا مش فاهم. كل ده كده خدوش. تعالى حتى هنا USB يعني ما سلمش منه، كله خدوش برضه. من تحت خدوش، كل حته فيها خدوش. كذلك لما بركب كيبل ال HDMI بحسه عارف انت اللي هو ايه بيلق شويه كده. كذلك برضو كيبل الكهرباء اللي هنا اهو. يعني هنا بص دي تحس لوحدها كده ان هنا كان في حصل انفجار جنبه، هيروشيما اتضربت جنبه تقريبا، فراحت ضربه كده وسيحته كمان. فيعني عارف انت الحاله العامه تخليك تاخده في حضنك كده اهو فاهم، وتروح بقى على المستشفى على طول عنايه مركزه تشوف الجلوكوز ولا اي حاجه. طبعا منه حاجات غريبه مش عارف ده جاي منين. طبعا شكله قذر جدا، لكن ما علينا من هذا الامر. لكن ده بصراحه الشكل الظاهري، لكن باطنيا في 3 حاجات خلوني ان انا اتغاضى عن كل الكلام ده. اول حاجه وهي ان انا لما بلعب بيه لمده 3 4 5 ساعات، اللي هو سيشن لعب نوعا ما متوسط او متوسط مايل طويل، مفيش اي سخونيه شديده، يعني شويه دفع هنا هون كده في درجه حراره الغرفه الطبيعيه من غير تكييف نهائيا. والجو دلوقتي حر جدا طبعا، في الشتاء انا ما اظنش ان انا هحس باي حراره عليه تقريبا يعني. كذلك المروحه بتاعته يعني شبه صامته، انا عشان اسمع المروحه بتاعته حرفيا لازم المس كده بوداني. ان ما لمستش كده بوداني انا ما بحسش بالمروحه خالص، فده مخليني طبعا مديني امان شويه ناحيه الجهاز. اخيرا وهو ان الجهاز ما فيش فيه اي دروب فريم للعب لفترات طويله على الالعاب التقيله، ما بحسش بتهنيج او تعليق او اي كلام من ده، كل حاجه بتبقى ماشيه معايا سموث جدا جدا جدا. ف اوكي تمام، انا متغاضي عن كل الكلام ده. هذا الجهاز جاي معاه شويه حاجات تانية زي مثلا الكيبل بتاع الكهرباء اللي هو بيكون ده كيبل بسيط جدا جدا جدا. كذلك جاي معاه كيبل شحن للدراعات، ده USB-C. لا ده واحد تاني غير ده، ثواني كده وقع على الارض. هو ده التاني وقع على الارض. USB طيب يعني بي او اللي هو الميني علشان يشحن الدراعات. كذلك كيبل HDMI عادي جدا تقليدي جنرال، ودراعين. الحقيقه ان الدراع ده خلاني مريت بتجربه مرعبه، وهو ان الجهاز ده كل شويه انا بالليل هتلاقيه اشتغل لوحده اشتغل لوحده، اقوم قايم طفيه اشتغل لوحده، شغل عفاريت حرفيا. لحد ما اكتشفت ان الجهاز ده بيضغط زرار الهوم هنا لوحده اوتوماتيك كده بيقعد يخرف. فانا فتحته بصراحه عشان اشوف يعني نفس الانظمه، شفتها شروحات وكده اهو، لقيت بصراحه ان الدراع ده مش اصلي اصلا، دراع تعبان جدا من جوه، فرميته وطلعت الدراع ده من معايا. هو دراع صديقي معتز، ولما فتحته من جوه كان برضو بيعلق، بس يعني عملت اللي هو حته ان انا احط سفنجه تحت الكونكتورز وكده، واشتغل من ساعتها بيرفكت. فانا معايا دلوقتي دراعين
تمام، انا شايف ان ده افضل وقت نركب فيه هذا البلاي ستيشن ونجربه واوريك تجربه اللعب الجباره اللي هتخليك اصلا تشتريه حتى لو انت معاك بي سي قوي. عمليه تركيب البلاي ستيشن هي الافضل تقريبا او الاسهل على الاطلاق، وبتوفر عليك فلوس كتير عشان تبقى عارف. ثواني كده بس، ده كيبل الكهرباء توصل طبعا اتش دي ام اي الاول، لان عرفت ان الاجهزه القديمه ما بتستحملش حته ان انت تفك حاجات وتركبها والكهرباء راكبه وبتعمل قفلات جواها يعني، وتركب كده وامورك في السليم ماي فريند. طب يا جدعان، انا اخدت بالي ان البلاي ستيشن جاي معاه فيفا 14 بتاعت 2014، ومكتوب عليها انها تدعم الدولبي والدي تي اس يعني في وقتها ده، يعني من 2014. انا شايف ان ده شيء يعني جامد، ويعني شكل الاسطوانه والطباعه اللي عليها بصراحه عاجبني جدا 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 يعني. هنحطها كده على جنب، وخلينا اقول لك على اكتر حاجه عجباني في عالم البلاي ستيشن، وهو ان انت ما انتش محتاج تروح تجيب له شاشه كمبيوتر سريعه ولا سماعه ولا كيبورد ولا ماوس ولا اي كلام من ده. انت توصل على شاشه تلفزيون عندك وتوصل له كهرباء وتضغط على الدراع بتاعك وتسمع البيب الجامده دي. هدوء، ومفيش بس صوت التكييف تقريبا دلوقتي، بس شوف هنا في حاجه هتظهر ولا لا. جامد. طيب النسخه اللي معايا دي هي نسخه معدله، يعني تقدر انت تحمل العاب من على الانترنت وتقوم حاططها على الهارد الداخلي اللي هو باي ذا واي 512 او 480 ايا ما يكن المسميات المطلقه او موجوده في السوق. وعلى فكره مكتبه الجهاز ده تقريبا فوق ال 5000 لعبه، ده غير ان مع التعديله تقدر ان انت تنزل له الالعاب القديمه بتاعت البي اس 2 وال1 والريتيرو جيمز كمان، ولكن لسه ما جربتش الموضوع ده. لكن خليني اكلمك عن اكتر لعبتين انا جربتهم. شكلهم يعني عارف انت سيمبل قوي، بسيط قوي، كل حاجه لطيفه. النسخه زي ما قلت لك دي متعدله، فلازم افعل التعديله الاول قبل ما اعرف اشغل اي حاجه من على الهارد. وموضوع بسيط يعني، بضغط بس على الايكون دي وبعد كده خلاص شكرا كده، انا كده جاهز ان انا اشتغل على طول. بس اقول له يس كده، انا خلاص جاهز ان انا اشغل اي حاجه. فخلينا نخش على التعديله بقى الاساسيه اللي هو الابلكيشن اللي هيخلينا نشغل الابلكيشنز اللي هي الالعاب اللي جواها بقى. فاهم انت الموضوع ماشي ازاي؟ بس هو موضوع بسيط يعني، الموضوع قد يكون بيلبخ بس هو بسيط. وهسيب لك تحت كل حاجه طرف في طرف، والله بسيطه. هسيب لك تحت في الوصف قنوات او قناه هتفيدك. انا بصراحه الموضوع ده، انا البلاي ستيشن ده وصلت له عن طريق قناه اسمها فيرست ستيب جيمنج، واللي اصبحت من القنوات المفضله بالنسبه لي. وفي قناه تانية برضه اسمها اسلام فايد، هيفيدك في موضوع التعديلات وازاي تحمل الالعاب والجو ده. لكن خلينا في الوقت الحالي ان احنا نروح للالعاب. ودي اول لعبه بصراحه خطفاني، وهي قلة الحرب. ولكن النسخه دي على فكره بتاعت البلاي ستيشن 2. هو انا محمل انا هو الاثنين الجزئين بتوع البلاي ستيشن 2، هوريك ازاي دلوقتي بيشتغلوا مع بعض، هما كوليكشن. وهي نازله على فكره للبلاي ستيشن 3 ومعمول لها اب سكيل عشان تشتغل على دقه 1080. بنشغلها ايوه من هنا كده. لا مش المانيوال، لا ايوه الكوليكشن. كده في عندي جزئين اهو، قلة الحرب 1 قلة الحرب 2. وبعد كده بقى الجزء الثالث انا برضو محمله، بس هو لسه معايا على الكمبيوتر يعني، لسه ما حطيتهوش على الفلاشه. ادي يا جدي، استغفر الله العظيم. قبل ما ياكل محشي ويتخن يا جدعان. ادي يا جدي. مش عارف الصوت هيبقى باين ولا لا في الفيديو كويس. ايه مجنون والله، الجرافيكس على ايامه يعني فظيعه بجد، يعني سابقه عصرها. ليه كده يا غالي؟ لما اقول لك صحيح لازم اضغط كتير كده. ده انت رزل، ده انت تبت. زوايا الكاميرا على فكره بتديلك احساس جامد، الواحد مفتقد الكلام ده والله في الالعاب الجديده. مفيش تحكم في الكاميرا ماشي تاني كده. بيكسر ما لا بيكسر، لا بيكسر. L1 تو بلوك تاي. ايه يابا اهو، خضتنا يا كابتن. طب انا المفروض اصد، لو ما بصدش ليه مش فاهم. الله، طب والله لا هصد بس اهو بيصد اهو شغال.
يا غدار يا كلب. ادي يا جدي. جامد جامد. طيب عارف بيديك انيميشن كده لما بتصد صح. نضرب دايرة. لا لا لا. اوه وكانت الدايرة ضربت مثلث. والله الموضوع بقى شخصي خلاص. ماشي. ده مثلث. ده مثلث تاني. ده مثلث تالت. مثلث. جامد والله جامد. والله جامد جدا. خلونا اوريكم اللعبه اللي انا اصلا كنت بلعبها الفتره اللي فاتت. نخش على ديفل ميك رايد. اللعبه اللي بلعبها بقالي يا جدعان يعني ممكن تاخد بالك ان انا بحب العاب الهاك اند سلاش. ار2 مثلث. لا ار2 مثلث. اوه دي جديده دي. جامد. عشان كده ايده اتضخمت. فهمت انا الوقت كده كده. بس لازم ايوه ايوه. الله يا جدعان. دي بتنط لها كده. طب وبعدين R2 مثلث. ادي يابا. طب هعمل ايه؟ كده اهو. جي جي. قلنا R2. والله يعني شغل فاخر من الاخر. R2 مثلث اور تو اتاك. ماشي. انا بصراحه كنت بلعب كومباكت سيستم باسلحه من شويه. الله عليا الله عليا والله اتحسد. يا عم متقعش تاني. كنت بلعب باسلحه تانية والله. ثواني كده عشان انا مش تقريبا كده. ايوه اهو. كومباكت سيستم بصراحه في اللعبه دي جبار جبار والله بجد. عدني. هنا ده كان تقريبا في سلاح تاني معايا. اهو ايه اهو. بقلب بينهم بالله. جامد. انا ركزت تقريبا ونسيت الفيديو والله. ركزت ونسيت الفيديو بجد.
هو الوحش طلع بقى، تعال. ده حكايته بقى. فولي تشارجد اريكس ان كان اكستند لانش الام هولد R2 wait until full charge is reached and then release. لازم اضربه بالايد اللي هي المضخمه دي. ماشي. لازم السلاح ده ومن ظهره. اهي. تصدق ان انا مش صح. ادي يابا يابا. ابو البلابل البلبوله برضك في مكان تاني، خد بالك. ده انا عامل كونتنت جيمنج بالوضع ده والله. صراحة انا مش عايزك تمل، يعني مش عايز اطول عليك، لكن اللي انا عايز اوصل له ان تجربة اللعب من الجهاز ده فعلا مميزة جدا. الالغاز، جو اللعبة، الجرافيكس بتاعته على فكرة والله انا شايف انها ممتازة جدا جدا. انا لسه ما وصلتش زي ما بقول لك، يعني انا لسه عايز ابدا سلسلة أولة الحرب بس بعد ما اخلص ديفل ميك كراي. لكن انا لما شفت بعض المقتطفات كده من الفيديوهات، لا الموضوع ممتع جدا. الالغاز جامدة جدا. يعني انا عندي حد في البيت على فكرة بيلعب أولة الحرب، وبشوف الالغاز بصراحه جباره جباره وممتعه جدا جدا جدا. فاي بي سي انت تعمله في رينج مثلا 5000، هتجيب جهاز كورت ديو اصلا من غير كارت شاشه، من غير اي حاجه، ولا اي 5 جيل رابع من غير كارت شاشه والجو ده، هتلاقي نفسك ما بتشغلش حاجه. انت هتلاقي نفسك اصلا بتتعب في التصفح، هتلاقي التصفح على موبايلك افضل اصلا. فبالتالي انا بالنسبه لي التجميعات دي شايف ان هي ما هي الا عباره عن تضييع فلوس. هتطلع كمان من ناحيه ال 10000، هتلاقي نفسك، ولا قصدي 7000 8000، هتلاقي نفسك جايب زي ما قلت كان كيسه زكي اللي مات الله يرحمه، كانت عامله تقريبا 7000 ولا 8000 جنيه من غير كارت الشاشه. هتجيب لك كارت شاشه عايز لك كمان 4000 جنيه فوقيها، اللي هو انت بتقول يا هادي في الحاجه اللي ممكن تستخدمها بشكل ادمي، اللي انت محتاج لك تقريبا 11 ولا 12000 جنيه علشان تجيب بدايه الادمي. وفي نفس الوقت انت مش هتعرف تشتغل على الالعاب الحديثه، انت هتلعب برضو العاب قديمه. ولو هترجع للالعاب القديمه، بصراحه انا شايف ان الالعاب اللي على السوني هتبقى افضل بمراحل. هتلاقي في اختيارات كتير قوي جامده جدا، من غير بقى ما تبقى متعرض ان انت تحمل مش عارف من موقع ايه ويطلع فيها فيروس. لا، الموضوع هنا اريح بمراحل بصراحه، الموضوع هنا اجمد بمراحل. زي ما بقول لك الموضوع ممتع جدا، مش محتاج مصاريف كتير وبهوقه في كيبورد وسماعه والجو ده. فلو انت عايز رايي النهائي في الفئه السعريه دي، مفيش حل غير البلاي ستيشن 3 الصراحه يعني. لو انت بقى في فئه سعريه اعلى، فاستنى اللي جاي ان شاء الله، عشان في تجمعات جايه ان شاء الله في كل الفئات على قدر الامكان من اقتصادي لعالي. وما تنساش طبعا انت تحط اللايك، واتمنى يكون الفيديو ده عجبك. اشوفك فيديو جديد ان شاء الله. سلام.